السلام عليكم، عامل ايه يا نجم؟ اخبارك ايه؟ هنتكلم كده عن بعض الحالات اللي بتحصل في الدوري عندنا وبره، بس مش الحالات بقى اللي هو الحكم حسب خطأ فهنحسبه ولا لأ، فهو حسب فموفق في القرار او غير موفق. لا، هنتكلم يعني عن الحالات اللي هي ممكن يبقى فيها تعديل بسيط كده او حاجة ملموسة، يعني نشوفها ليه حسب ده وكده. تعالى بقى اعمل حكم انت وهو اللي مش فاهم. تعالى بس، تعالى مش انت اللي عامل فيها حكم. تعالى نفهم انا وانت. تعالى جيتو في الدوري المصري. حصل حالة كده، الحكم رجع للإنذار التاني، فطبعا كله عارف إن الفار المفروض بيرجع في الكارت الأحمر بس مبيرجعش في الكروت الصفر. فتعالى بقى إن في تعديل، لو إنذار تاني الحكم يحق له يرجع حتى الركنية. يعني من ضمن التعديلات إن الفار يقدر يرجع في لو ركنية اتحسبت خطأ. يعني أنا كمدافع الكرة لمستني وخرجت بره، أو أنا كمهاجم الكرة لمستني وخرجت بره، أنت حسبت مثلا ركنية خطأ وهي على المهاجم. لا، الفار بيرجع بيقولك إن آخر من لمس الكرة هو المهاجم، إذا ركلة مرمى. كل ده نصا في التعديل الجديد. تعال نشوف. دي الحالة اهي اللي معانا. هو رجع اهو، في تدخل، تهور من أقصى درجة، وهو هيرجع. لكن هو الاستدعاء هنا تم عشان الإنذار التاني، فالناس كلها قامت قومة كده، اللي هو ازاي هو الإنذار بيرجع الفار بيرجع الإنذار التاني ازاي؟ فده من ضمن التعديلات اللي هنشوفها دلوقتي. دي الكورة، هيروح اهو تنساب، هيروح يدي الإنذار التاني. الإنذار التاني والفلتر. طيب نشوف بقى، ده ماتش البتروجيت والإسماعيلي. نشوف بقى التعديل بيقول لنا ايه. التعديل اهو بتاع تقنية الفار، بيقول لك آخر حاجة اللي متعلم عليها اهو: توسيع صلاحيات حكم الفيديو تشمل ايه بقى؟ تعديلات مراجعة قرارات مثل الركلات الركنية. الركلات الركنية دي التي تم منحها بشكل خاطئ، الحكم اداها خاطئ، يعني الكرة مرمى مثلا وحسب ركنية. الإنذارات التانية للاعبين نفس الحالة دي. يبقى إذا الحكام اللي كانت مستغربة ليه الحكم حسب إنذار تاني، ده بسبب تعديل. طبعا في بعض التعديلات لسه ما اتنفذتش في جميع الاتحادات، تمام. بس واحدة واحدة، في حاجات بتتعدل كتير يعني، وبيتم العمل بيها في جميع الاتحادات بعد كده يعني، تمام. شكرا جدا ليكم، نستناكم ان شاء الله في حلقة جديدة. ما تنساش تعمل لنا اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس كده، وتدينا لايك وكومنت على الفيديو ده. سلام.